مرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناة سعودي مورنينج. وقبل بدء الفيديو ندعو مشاهدينا الكرام للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك. نبدأ على بركة الله. وفي هذا الفيديو نناقش الخبر التالي: لحظة نادرة وكلمة تاريخية في الرياض لناشطة سعودية معارضة لمحمد بن سلمان. لينا هي شقيقة لجين الهذلول، الناشطة الحقوقية التي قادت حملات للسماح للنساء بقيادة السيارات. نددت الناشطة الحقوقية السعودية لينا الهذلول الأربعاء بإسكات حكومة بلادها للأصوات المعارضة خلال مشاركة عبر الفيديو في جلسة نقاش على هامش مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة في الرياض. ويعد ظهور الهذلول رئيسة قسم التواصل في مؤسسة القصد لحقوق الإنسان ومقرها لندن في جلسة لمؤتمر حوكمة الإنترنت برعاية الأمم المتحدة في الرياض. لحظة نادرة لمعارضة علنية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حدث ينظم في السعودية. ووصفت جويشية الباحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش الجلسة وكلمة الهذلول بالتاريخية. وبدأت الجلسة بدقيقة تم تقديرا لمنتقدي الحكومة الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي في السعودية ومختلف دول المنطقة. وتم تخصيص مقعد شاغر للهذلول إلى جوار مديري الجلسة مع لافتة تحمل اسمها. وقالت الناشطة السعودية: اليوم يمثل مقعد شاغر صوتي في رمز صارخ للإسكات الذي يواجهه الكثير منا. وأضافت أن المجتمع المدني في السعودية لم يعد بوسعه الحديث بشكل مستقل، وأولئك الذين يجرؤون على التعبير عما تعتبره الحكومة معارضة يتم إسكاتهم عبر السجن أو ما هو أسوأ. وتابعت أنه في السعودية لا أحد آمن على الإنترنت، وحتى ما يعتبر انتقادا بسيطا يمكن أن يصبح جريمة. ولنا هي شقيقة لجين الهذلول، الناشطة الحقوقية التي قادت حملات للسماح للنساء بقيادة السيارات ووضع حد لنظام الوصاية الذي يطلب من النساء الحصول على موافقات من أقاربهم الذكور بخصوص الكثير من أمور حياتهم. وأوقفت لجين الهذلول في الإمارات في مارس 2018 وأجبرت على العودة إلى السعودية، حيث أمضت أكثر من سنتين في السجن، وأفرج عنها في فبراير 2021، لكنها تخضع لقرار حظر السفر من المملكة ل5 سنوات. وأشارت لنا الهذلول لإجراءات حظر السفر في كلمتها الأربعاء، مفسرة لماذا تتحدث عبر الفيديو عوضا عن القدوم شخصيا لبلادها. وقالت: كنت أتمنى أن أنضم لكم بشخصي، لكن بسبب المخاوف الأمنية وحظر السفر غير القانوني المفروض على عائلتي منذ 2018 يظل ذلك مستحيلا راهنا. وتحاول المملكة الخليجية تعديل صورتها من خلال تبني إصلاحات اجتماعية تتضمن السماح للنساء بقيادة السيارات وإعادة فتح دور السينما وتنظيم حفلات موسيقية ساقبة. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. ولا تنسوا ترك تعليقاتكم والتفاعل مع القناة.